في الجو ده مش محتاجين أكتر من الحلويات الباردة واللذيذة والمنعشة. عملت حلى الفراولة ب3 مكونات بس، وكمان تجهيزه مش أكتر من 10 دقايق. من الحلويات اللي دايمًا باقول لكم عليها لا يقاوم. تعالوا أقول لكم عملته إزاي. استخدمت الكيكة الجاهزة ودي المحشية بالفراولة، ممكن تستخدموا أي كيكة تانية بطعم الفراولة ما فيش مشكلة. قطعتها مكعبات ومش شرط تكون متساوية، المهم إن إحنا نرصها في الصينية أو القالب جنب بعض. بعد ما خلصت كل الكمية سقيتها بنص كوباية من الحليب البارد. الكيك اللي استخدمته تقريبًا كان من 7 ل9 قطع، طبعًا على حجم القارب اللي هتعملوها فيه. للطبقة التانية استخدمت باكيت من الكريم شانتيه المُحلّى، وضِفت عليه باكيت من الجيلي الفراولة. ضِفت عليهم نُص كوباية من الحليب البارد، وكوباية كبيرة من المَيّة الباردة. ضربت كل دول بالمضرب الكهربائي، ما ينفعش باليدوي، أنا عايزاه يكون زي قوام الكريم شانتيه بالضبط كده زي ما أنتم شايفين. الطبقة دي هتكون سايلة شوية في الأول، ولكن أنا طبعًا هادخّلها التلاجة علشان تكون متماسكة. حطيتها